بلد الصومال بلد عربي مسلم، دخل إليه الإسلام في الهجرة الأولى للحبشة. وراحوا هاجروا إلى الحبشة الصحابة، من هنا جاءوا إلى هذه المنطقة ودخلوا من هذه المنطقة. هذه المنطقة اسمها زيلع. من زيلع دخل الإسلام إلى أرض الصومال. هذه الصومال شوفها، هذه زيلع اللي منها الأشهر شخصية ربما عندما تطلق كلمة زيلع منها الإمام الزيلعي صاحب كتاب نصب الراية المشهور. دخل الإسلام هنا عن طريق زيلع. كم عدد الصوماليين؟ 8 مليون. طبعا العدد الحقيقي أكبر إذا عرفت التقسيم الذي سوف يأتي وماذا صنع الاستعمار في الصومال. مساحة الصومال 638.3 أصفار، 638 ألف كيلومتر. يعني لو طبقناها على مساحة الكويت 32 مرة قد مساحة الكويت. شوف المساحة هذه كلها، هذه حدودها، وهذا البحر من هذه الجهة. خليج عدن هنا طبعا باب المندب، الموقع الاستراتيجي الخطير، خليج عدن، وهذا المحيط الهندي. شعب الصومال من الأشياء التي يستغربها الناس، يعني وجود الفتن، وجود المعارك، وجود الاضطرابات تكون إذا كانت هنالك كثير من عدم الفسيفساء الاجتماعية، التنوع الطائفي، التنوع المذهبي، التنوع الديني، التنوع العرقي، التنوع إلى آخر التنوعات هذه قد تعيش. لكن المشكلة إذا كان الخارجي يراهن عليها ويفجرها، أو إذا كان المجرم الداخلي يستثمرها أيضا، وهذا موجود في كل مكان، حتى تنوع الكتل الاقتصادية. لكن مشكلة، تصور أرض الصومال لغة واحدة، دين واحد، مذهب واحد، وفي الأصل شعب مسالم. إيش اللي حصل؟ هل هو لغز لا يعرف؟ لا، لغز معروف. إحنا حلقتنا ليست سياسية والكلام على المتسبب. إحنا اليوم راح ناخذ البعد الاجتماعي والجانب الإغاثي والتكافل الذي مطلوب منا المساهمة فيه. استقلت الصومال 1960. لكن أي صومال اللي استقلت 1960؟ أي صومال؟ هذه الصومال اللي هي جمهورية الصومال. ليش؟ هل هناك يعني صومالات أخرى إن صح التعبير؟ نعم. الاستعمار المجرم قسم الصومال 5 أقسام، وطريقة الاستعمار يقسم، ونحن اليوم نتجرع ثمار الاستعمار الفاسدة. نعم، الحداثة، حقوق الإنسان، المدنية، الحرية التي كانت عند الغرب كانت لهم وليست للآخرين الاستعمار وإلى آخر ما تعرفون. 5 أقسام. الصومال الإيطالي، هذا الصومال الإيطالي اللي مقديشو. ها شوف الصفرة هذه، النقطة السوداء هذه صغيرة، هذه مقديشو العاصمة. الحرب ترى كلها هني، المشاكل كلها هنا. حرم هذا الصومال من أجل الأضواء التي ركزت إلى هنا، وملأ الفراغ من سوف تعرفون بعد قليل. هذه صومال الإيطاليين التي استعمروها إيطاليا الجنوب. هذه صومال الإنجليز للأساندو، إيش اسمها؟ لاساندو. هذه منطقة. أما هذه من هنا كلها صومال إيطالي، استعمار الإيطالي. هذا الصومال الاستعمار الإنجليزي. استقلت 1960، صارت جمهورية الصومال اللي فيها المشاكل الآن. في الصومال الفرنسي اللي هي جيبوتي، فصلوها عن الصومال وصارت دولة بروحها. عندنا الاستعمار الحبشي، وقاعدين حطني على دائرة حتى هذه ما زالت يعني من أرض الحبشة صوماليون لغة، لسانا، دينا، قبائل، هي امتداد إلى الآن عندهم. وعندنا أيضا NFD هني كينيا، الاستعمار الكيني للصومال، وهكذا فتتوا الصومال. الصومال هذا يا جماعة ثروات وخيرات. عندهم ثروات الحيوانية، مواشي وغنم وبقر وإبل، 45 مليون راس. حتى السنة اللي فاتت لما تعدلت الأوضاع شوية في بعض المناطق صدروا 400 ألف راس للحج. الثروة الزراعية 8 مليون هكتار، وعندهم نهرين. هذا نهر شيبلة
شوف ينطلق هنا وينزل هنا. وهذا النهر الثاني أيضا وين راح؟ زين نهر جوبة هذا ينزل أيضا، يلتقون وينزلون في البحر غير الساحل الرهيب. الثروة السمكية أطول ساحل في أفريقيا 3300 ألف كيلومتر، ساحل وثروة عجيبة. هذا البلد الغني المليء بالخيرات كيف حصل فيه ذلك؟ وما المطلوب منا؟ وما هي الصورة الحقيقية لما يحصل؟ هذا الذي سنعرفه في الساعات اللحظة.